السلام عليكم ورحمة الله. نزال رهيب جدا ما بين المقاتل المغربي محمد جراية وخصمه الأزلي التركي تايفون. نزال ناري ودراماتيكي ما بين هؤلاء المقاتلين. وقبل أن ندخل في التفاصيل، كل من يرغب بمعرفة ما حصل في نزال شرف الدين ونصر الدين سوف تجدون في أول تعليق مثبت المقطع فيه مقتطفات للنزال وأيضا تحليلي على ما جرى. والآن ولكي لا أطيل عليكم فلنبدأ على بركة الله. بداية النزال. ركلة من جانب تايفون والرد من جانب محمد جراية. من البداية مواجهة طاحنة. فرونت كيك. لكمة. إنه الشاب المغربي الأسطوري والفتى الذهبي وقتها، ولا زال كذلك. يعني يا ليته يعود إلى ما كان عليه. خطاف من محمد جراية. سريع تايفون. لكمات في الجسد. لا أعني فرانس كيك. ركلات سفلية من جراية. لكمة علوية. رهيب. لا يوجد تراجع. الخصم قوي وجراية لا يأبه بذلك. رائع تايفون حتى هو مقاتل شرس. لم نقل عليه بأنه خصم أزلي لجراية من فراغ. قتال الارتجال ما بين المقاتلان، هذا ما كنا نحبه في هذه المنظمة. جولة أولى أسطورية ما بين هؤلاء المقاتلان التركي والمغربي. عندما يجتمعون في الحلبة يكون فيها الدمار الشامل. والآن بداية الجولة الثانية. كما تسمعون الجمهور يطالبون محمد جراية بالوانتو، يعني بلكمتين مستقيميتين. الآن الضغط من محمد جراية، لكن تايفون خطير جدا. لكمة علوية رهيبة من تايفون، وجراية دائما يتوغل. رائع. لديه تمويه رائع جراية. لا يهتمون بالنقاط أو شيء مماثل، فقط يرغبون بأن يدخلوا ويقاتلوا بكل طاقتهم لكي يمتعوا الجمهور. ركلة سفلية. رائع جراية رائع. لا ينفك. رهيبة من تايفون. رهيبة من تايفون. التركي يقدم أداء مبهر. ميدل كيك. ها هو تايفون يحاول أن يسيطر على وسط الحلبة، لكن جراية لا يسمح له بذلك ويضغط عليه مرة أخرى. لكمات وركلات سريعة من تايفون. يرغب بأن يسقطه أرضا، لكن تايفون ملتصق بالأرض. صراحة دماء المحارب في المغاربة لا تقارن بثمن. ركلة خلفية من جراية. يتحرك كثيرا جراية صراحة، يضغط رغم أن الخصم خطير إلا أن جراية لا يهتم. جامني. الآن الضغط. آخر الثواني. المواجهة جد متكافئة بينهم. الاثنان يهاجمان والاثنان يصيبان بعضهم البعض بالعديد من الهجمات. الجولة الأخيرة سوف نرى ما الذي سوف يحصل فيها. بداية جيدة من تايفون، لكن رد قوي من جراية.
عودها عودها. اوه الآن كما ترون تايفون هو الذي يسيطر على وسط الحلبة ويضغط على جرايا، إلا أن الأخير حتى هو يعني يدخل إليه ولا يهتم بهذا الضغط، لا يهتم بالركلات أو الهجمات. رائع رائع تايفون، سريع في اللكمات. خطاف جيد من جرايا. الآن ركلات سفلية لكي يكسبوا النقاط. هاي كيك رهيبة، راكلة على الرأس، لكن دفاعات تايفون قوية. لكمة رهيبة. سبينين باك، لكمة خلفية من جرايا. المقاتلان لا يتوقفان، يعطون كل ما لديهم. والله العظيم يا أخي كلاسيكو، هذا أفضل من كلاسيكو كرة القدم. نزال ارتجالي يا أخي، لا أحد يرغب بالتراجع، والاثنان يهاجمان بعضهم البعض بشراسة. آخر الثواني، جرايا قد استنزفت طاقته لأنه يعطي كل ما لديه. صراحة النزال جد متعادل، يعني لو كنت الحكم سوف تحير. سيضيفون جولة أخرى يا شباب، يعني سيستمر النزال للجولة الرابعة. يعني واضح بأن المقاتلان تعادلا، وهذه الجولة سوف تكون حاسمة للطرفان. هذه الجولة الرابعة الآن. محمد جرايا قبل قليل كان يعني منهك، إلا أنه يظهر كأنه في يوم آخر. قوة انفجارية رهيبة من جرايا. خطاف رائع من جرايا، رائع. لكمات سفلية. لكمات سفلية تدميرية. ركبة قوية على الوجه. هل سينهي نزال جرايا الآن؟ أوسكار رغم أنه واضح بأنه متعب، إلا من ملامحه لا يبدو كذلك، لا يعطيك تلك الثغرة. صلابة كبيرة من تايفون، ولكمات تدميرية الآن من محمد جرايا، محاولا القضاء على التركي. أوسكان، ماذا جرى؟ أوسكان يعني توقف، وجرايا حتى هو توقف، يعني لم يستغل الفرصة أو يعني غادره، حتى هو قال أوكي حتى أنا سوف أتوقف، رغم أنه الآن انتهى النزال. قبل قليل لم ينتهي النزال. نزال رهيب جدا، وواضح الآن بأن جرايا هو من سيطر على مجريات النزال. يعني في الجولة الثالثة كما لاحظتم كان جرايا منتهي، أعطى كل ما لديه، لكن في الجولة الرابعة رأينا جرايا بكامل قوته. يا ريت الأيام تعود يوما، ويا ريت جرايا يعود كما كان في السابق. كان أسطورة صراحة، جرايا كان يضرب به المثل. والآن فلنرى قرار الحكام. محمد جرايا يفوز في هذه المواجهة الرهيبة. طبعا احترام كبير ما بين المقاتلان. محمد جرايا كان أسطوري بما تحمله الكلمة، ومعظم نجوم الجلوري هم كانوا في منظمة الانفيوجن. وهذا النزال مهما شاهدته من مرة لن تمل منه أبدا، وسوف تستمتع كأنك تشاهده لأول مرة، لأنه عرس قتالي بامتياز. وأتمنى أن يكون هذا المقطع قد نال إعجابكم أيضا، وتحمستم بعد مشاهدتكم لهذه المعركة الطاحنة ما بين التركي أوسكان والمغربي محمد جرايا. وهذا ما عندي يا شباب في هذا المقطع. أتمنى أن ينال إعجابكم، وأتمنى أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. كان معكم أخوكم محمد المحسيني من قناتكم توري الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله.